يا لهوي التسعينات، مالها التسعينات؟ مالها التسعينات بجد؟ انتوا بتعملوا كده فينا كده ليه؟ يلا يا بارد، ده انا بقالي ساعه بتحايل عليك عشان جدودك يطلعوا يسلموا عليك. إنجي لسه مندفعة زي ما هي في مشاعرها جدا، بس الفرق ان هي لما بعدت عن علاقتها بفؤاد قدرت تشوف الامور بشكل اوضح. الناس بتوقفني في الشارع في وقت عرض المسلسل، اوعي ترجعي لفؤاد، اوعي ترجعي لفؤاد، بس يعني ما شاء الله بقت مع حد تاني برضه نصاب. وانا بقرا السكريبت كنت حاسه ان خلاص بقى انجي بقى يعني الدنيا هتظبط بقى وخلاص هننام مرتاحين بقى النهارده. وعماله بشوف بقى ايه وش رنا ويوسف اللي كاتبين المسلسل وهم بقى ايه بيضحكوا ضحكه شريره كده اللي هو هيطلع نصاب. كريم انا ولا عايزه اتكلم في الموضوع ده ولا عايزه اتكلم في غيره، ولو سمحت سيبني عشان انا عايزه امشي. بحب قوي المشهد لما انا وصدقي كنا في اليخت في النيل، هو مش يخت هو لانش، قعدنا نلعب بقى ونهزر وعلى بال بقى ما يظبطوا الكاميرات، كنا مرميين بقى في نص الميه فكانت لذيذه قوي. من سنه او اكتر عملت اوديشن على دور في مسلسل الف ليله وليله اللي هو جودر، وبعد كده المسلسل وقف وما اتعملش. السنه دي لقيتهم بقى بيكلموني عايزينك في دور كذا كذا في مسلسل كذا كذا، فبسطت قوي، قريت السكريبت بسطت اكتر. قعدت بقى يعني افكر في شروق، هي عامله ايه، هي بتحب جودر ليه، كانت طفولتها عامله ازاي، ايه نشاطاتها في اليوم. بس لحد امتى هنفضل نتقابل زي الحراميه كده بعيد عن عيون الناس؟ خلاص هانت يا حبيبتي. انا طول الوقت مثلا بشوف استاذ ياسر دايما لابس اللبس بتاع جودر وكده، فمره رحنا نعمل دوبلاج فشفته لابس قميص وبنطلون عادي جدا، فاستغربت جدا، حسيت في حاجه غلط. انا بجد انبهرت من الجرافيكس ومن البرودكشن الرهيب، فعلا المسلسل ده من المسلسلات اللي هتعيش، فجميل يعني.